بص، هو مبروك وكل حاجه، بس احنا لسه ما خدناش الدوري. انا مش جاي احبطك، بس سيراميكا فرقه مش سهله. في جمله سمعتها قبل كده في فيلم بتقول: اسوأ احتفال اللي بيبدأ قبل الحفله. واحنا بقالنا كام ماتش باستثناء ماتش الاهلي وماتش انبي بنبالغ قوي في الاحتفال وكاننا خدنا الدوري. فاضل على الحلو خطوه، فاضل لنا ماتش واحد محتاجين منه نقطة واحدة. ومش معنى ان احنا محتاجين منه نقطة واحدة ان احنا نلعب على التعادل، لا، احنا محتاجين نلعب على المكسب. اللعب على التعادل اصلا ممكن يخسرك الماتش. اوعى يا زمالك، اوعى تجيب لنا جلطة. الاهلي كسب الزمالك وخد 3 نقط، وانا عايز اكسب الدوري عشان اقول له حاجة واحدة بس: مبروك عليك ال3 نقط، وانا مبروك عليا الدوري. بالمناسبة احنا داخلين على ماتشين مهمين جدا في نهائي الكونفدرالية قدام اتحاد العاصمة الجزائري. ان شاء الله ربنا ينصر الزمالك ونبقى حققنا بطولة الدوري وبطولة الكونفدرالية. وبعدين ايه ده يا انبي؟ امال فين الحماس اللي بيبقى في ماتشات الزمالك ده؟ ما انت خسرت من الاهلي 3-0 اهو، وخسرت من بيراميدز 4-0. امال ايه مشكلتك مع الزمالك؟